كما تعرفوا دوكا في هذا الوقت رانا نديروا بزاف شريبات. قلت علاه ما نجيب لكمش وصفه اللي تنجموا ترافقوا معاها مملحات هكا. راني جبت لكم عجينه لجميع انواع المملحات. انا قلت نشارك معكم البيدي التركي، ولكن انتوما تنجموا تستعملوهم في اي نوع من المملحات راكم حابين. انا عطيت لكم برك فكره، واللي راهي حابه وصفه تاع الملفاي تروح تولي القناه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا كويزين ام مروان. راني حطيت فيها وصفه تاع الملفاي اكسبريس رائعه، روحوا شوفوها وما تنسونيش باللايك. معلينا غير نقولوا بسم الله على بركه الله. هنايا نحتاجو كاس نص كاس دافي تاع الماء، نحطوا عليه مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز. نجو نخلطوهم كامل هكا حتى ونشوفوهم اندمجوا، نخليوهم نحوهم نحطوهم دكوتي، يعني نحطوهم في الجهه حتى وين يخمرونا. من بعد هنايا نجو نحطوا المكونات اللي نحتاجوهم في العجينه، اللي هما كما راكم تشوفوا هنايا انا استعملت زيت الزيتون، ولكن نتوما تنجموا تستعملوا الزيت العادي اللي هما 4 مغارف تاع الزيت، مغارف كبار. علبه تاع الياغورت ناتور، هنا اللي ما عندهاش الياغورت ناتور تنجم تستعمل نص كاس تاع حليب ونص كاس تاع الماء اللي يكون دافئ. بيضه كامله. بالنسبه للمقادير اكيد راني رايحه نخليه لكم في صندوق الوصف. ونحطو اكيد رشه تاع الملح، مش نقولوش رشه يعني نملحوه ولكن ماشي بزاف. هنا بعد ما اخمرت لنا بعد 10 دقائق نجو نحطو هذاك نص كاس تاع الماء و500 غرام تاع الفارينه اللي نكونوا صفيناها مسبقا. انا يعني كي نشري كميه نشري هكاك 10 كيلو دائما نصفيها ونحطها في العلبه باش تسهل لي الخدمه. فوالا من بعد هنايا نجو نخلطوه كامل، وفي نفس الوقت يكون عندنا نص كاس تاع الماء دافي. بهذاك نص الماء تاع دافي هذاك هو به اللي رانا رايحين مره على مره نضيفوا شويه هنايا باش يندمج لنا كامل كما راكم تشوفوا. يعني هذا راه نص كاس تاع الماء دافي، ولكن انا ما اداهوليش كامل، يعني هنايا بالعقل برك باش ما تجيكمش جاريه بزاف. خليتها هكاك حوالي 10 دقائق، ولكن إلى شفتوها راهي يعني ما شربت لكمش الماء تنجموا هنايا تضيفوا الفارينة. وإلى شفتوها ثاني جارية بزاف زيدوا الفارينة، إلى شفتوها ثقيلة بزاف زيدوا الماء. يعني حنا رانا نخدموا غير بالنص كاس تاع الماء هذاك. فوالا انا هنايا من بعد شفت بلي ضفت بزاف تاع الماء تاع الفارينة عفوا، راني زدت له شوية تاع الماء. من بعد ما وصلت عليها 10 دقائق، يعني نتوما إلا ما عندكمش البيتات نجموا يعني تخدموا غير بيدكم عادي جدا. شوفوا يعني كيفاش تجينا، ما تجي لاصقه بزاف، ما تجي تاني شاده روحها بزاف. انا نجو ندهنوا يدينا، يعني ندهنوهم كامل ونجي نكوروها هكا باش نخلوها تخمر لنا ساعه كامله. كما قلت لكم البنات هنايا تنجموا تستعملوها في اي وصفه راكم حابين، كما تنجموا تستعملوه حتى في بيتزا. انا يعني استعملته في البيداي تاع التركي لان زوج تاعي يحبوا، ودرت شوربه عدس تاع الاتراك. هي قلت على ما نديرش معاهم البيداي، ولكن نتوما ديروا بهم بيتزا، لي بيتزا، تنجموا ديروا لي بيتزا هذوك ميني بيتزا، انتم يعني احرار. هذه العجينه راح تعاونكم بزاف خاصه في رمضان. من بعد نخلوها 10 دقائق كامله. نتوما لازم تغطوها تاني بحاجه هكا بكيس ولا يعني لانه ممكن دير لكم القشره الى ما غطيتوهاش. بعد ساعه كامله عاود ولينا ليها. فوالا بعد ما خمرت لنا. انا بالنسبه هنايا يعني الى راكم حابين ديروا بيداي، انا درتو بزوج حشوات. نجو هنايا نخرجوا له كامل الغاز يعني اللي يكون فيه ديكازيوها كامل هكا، ونجو نقطعوها. انا قطعت لي ربعه، يعني خرجوا لي ربعه تاع البيداي. فوالا
يعني نتوما الا درتوهم صغار راح يخرج لكم اكثر. من بعد نسيو هنا نخدموها قبل في البلان دو طرافاي، ومن بعد نرفدوها مباشره الى ورق الزبده. يعني هنا يستحسن ورق الزبده باش باسكو لو كتعمروها وانتم على البلان دو طرافاي من بعد تجيكم صعيبه باه تجو ترفدوها لسنيوه. فوالا هنايا انايا درت لافيون داشي سبقت كيما راكم شفتوا. هنايا لازم تسيو تبلعوها جيدا من لي كوتي هادو باسكو لو ما تبلعوهاش راح تتحل لكم من بعد ما تخمر لكم في الفرن. الفرن يكون شاعل مسبقا. من بعد نجو نديرو عليها هكا صفر البيض اللي نحط عليه شويه تاع الخل شويه تاع السكر وشويه تاع الحليب. من بعد نجو نزينوها هكا بسانوج وجلجلال. وانتم هنايا تنجموا تخلوها ولا تنسموها باي حاجه حبيتوا الزعتر ولا اي حاجه. فوالا نحطوها على الفرن اللي شاعل مسبقا على 180 درجه من الفوق ومن التحت. تشد لنا هكاك حوالي 17 دقيقه. عينكم ميزانكم، يعني انتوما برك ردوا بالكم كل وحده والفور تاعها. قلت نعاود نزيد نشارك معكم باه تشوفوا كيفاش يعني انا خدمتها. شوفوا انا نحطها في البلان دو طرافاي نسي نحلها هكا بهذه الطريقه يعني على طول. من بعد نرفدوا البابي نجو نحطوها هكا مباشره. وهذه فضلت اني نديرها لان يعني الاتراك يحبوا بزاف السلق. انا قلت نديرها بالسلق. يعني هذاك السلق قليته غير بشويه تاع لا مارغرين هكا. حطيت عليها شويه تاع الثوم يعني توم بودره وجيت حطيته. يعني لازم تحطوه فوق يعني الفرماج ولا المهم ما تحطوش مباشره على لاباط تاعكم باش من بعد ما يطلق لكمش الماء. من بعد انا هنايا راني ندير كيما هكا باش نحط عليهم عفوا بيضه. حطيت بيضه ما بانتش برك لاني حطيت عليها الفرماج وراح لي هذاك المقطع. ونعاودو تاني نديرو نفس الشيء نحط عليها صفر البيض. فوالا ونزينوها هكا. شوفوا هنايا البنات بعد ما خرجناها من الفرن قلت لكم شدت لي 17 دقيقه وكل وحده الفرن تاعها كيفاش يكون شعل مسبقا من الفوق ومن التحت. شوفوا البنات كيفاش تجي. جربوا هاد نفس الوصفه يعني نفس البيداي. الا يعني حبيتوا ديروا المملحات جربوا هذه راهي بنينه. وتنجموا تاني ديروها صغيره بزاف هكا دي كيوت. واللي راهي وصلت هنا نقول لك اختي ما تنسينيش هذه راهي قناه جديده راني محتاجه الدعم تاعكم. ما تنسونيش باللايك وإلا قدرتوا حطوا لي كومنتير حتى لو كان يكون غير قلب هكا معليش مهم كومنتير. فوالا من بعد هنا بعد ما قطعناها راني حاب نوريها لكم. شوفوا كيفاش تجي من داخل. والله يا البنات غير ترافقوها مع الشربه اللي سبق لي. راني درت شربه درت لكم شربه ودرت لكم حريره اكسبريس. الشربه راهي فور بزاف بنينه. روحوا عاودوا ولوا للقناه هذه تلقاوها. يعني شربة رائعة تنجموا ترافقوها مع هذا النوع من المملحات. راهي توب تجيكم بنينة بزاف. لكم روحوا ضربوا طلة في الوصفات اللي راني درتهم في هذه القناة. راهم وصفات رائعين ساهلين وسريعين. وإلا راكي حابة أي حاجة من وصفات الحلوة للقهوة العصر ولا للصباح ولا قوتي هكا يكون حلو روحوا لهذه القناة اللي راكم تشوفوا فيها كويزين مروان تلقاو فيها وصفات عديدة. اما بالنسبه لهذه القناه نقول لكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في وصفه اخرى. انتم كما قلت لكم ما تنسونيش على الاقل بقلب صغير احمر. معليا غير نقول لكم استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.